في حياة الإنسان لطالما ارتبط العمر بالحكمة والنضج، حتى أصبح من المسلمات الاجتماعية أن من يكبرك سناً هو بالضرورة أوسع منك فهما وأعمق وعياً. ولكن هل هذه قاعدة مطلقة؟ وهل الوعي وليد السنوات وحدها؟ أم أن العمر لا يعدو كونه رقماً يتراكم، بينما الوعي هو ثمرة العقل والتجربة والنظر المتأمل في الحياة؟ حين نتأمل في مفهوم العمر سنجده مجرد تقويم زمني يحسب بعدد السنوات التي عشناها، لكنه لا يخبرنا بشيء عن كيف عشنا تلك السنوات، ولا عن ماذا تعلمنا فيها، ولا عن مدى عمق فهمنا لما يمر بنا من مواقف وأحداث. قد تجد شخصا في 50 من عمره، ولكن عقله لا يزال يرزح تحت مفاهيم سطحية، يتعامل مع الحياة بردود فعل متهورة، وتسيطر عليه الأحكام المسبقة والسطحية. وفي المقابل قد تجد شابا في 20 يتمتع بدرجة وعي عميقة، ينظر للأمور بنضج، ويتحدث بحكمة نابعة من فهم راق للحياة، لا من تقليد أو تلقين. إذن فالعمر ليس إلا رقما. الرقم لا يمنح الوعي ولا يكسب الإنسان بصيرة. الوعي شيء آخر تماما. الوعي لا يشترى ولا يورث ولا يأتي لمجرد مرور السنوات. إنه عملية تراكمية معقدة تنشأ من تجارب الإنسان وتأملاته وقدرته على الربط بين الأحداث والتحليل العميق للأسباب والنتائج. الوعي هو أن تسأل قبل أن تحكم، وأن تتأمل قبل أن تصدر رأياً، وأن تفكر في أثر كلماتك قبل أن تنطق بها. هو أن تدرك أن لكل إنسان عالماً داخلياً لا يمكن اختزاله في تصرف عابر أو موقف مفاجئ. الوعي أن تعرف نفسك جيداً وتواجه ذاتك بصدق دون تزييف أو خداع. الواعي لا يقف عند ظاهر الأمور، بل يحاول دوماً أن يغوص إلى العمق ليكتشف المعنى الحقيقي. هو لا يعيش الحياة بردات الفعل، بل يختار أفعاله عن وعي، ويصنع قراراته بناء على تفكير عميق. إن العبرة ليست بعدد السنوات، بل بما حملته تلك السنوات من تعلم وتفكير ومواقف صنعت وعيك. الوعي لا ينتظر العمر، بل يستدعيك في أقصى اللحظات وأبسطها. أحيانا يولد في لحظة فقد أو خذلان أو تجربة مفصلية قلبت حياتك رأسا على عقب، وأحيانا يولد من قراءة أو من جلسة صمت طويلة أو من نقاش صادق مع ذاتك. من المهم أن ندرك أن الوعي لا يعني أن الإنسان قد أصبح مثاليا أو معصوما من الخطأ، بل يعني أنه يدرك حين يخطئ ويسعى للفهم قبل الحكم وللتعلم قبل الانتقاد. الوعي يمنحك التواضع، لأنك كلما فهمت أكثر كلما شعرت بأن ما لا تعرفه أكبر. ويمنحك الصبر، لأنك لم تعد ترى الأمور بسطحية، بل تعلم أن كل إنسان يعيش في ظروف معقدة، وكل موقف له خلفيته، وكل قرار له دافع. الوعي يقاس بمدى قدرتك على تنظيم أفكارك وفهم مشاعرك والتحكم في انفعالاتك واتخاذ خطوات حقيقية تجاه تحسين حياتك. لا أن تنتظر أن يتغير العالم من أجلك، بل تبدأ أنت بالتغيير من الداخل. كيف تبني وعيك؟ بناء الوعي لا يأتي في ليلة وضحاها، بل هو طريق طويل من التعلم والتجربة والسقوط والنهوض. لكن يمكن أن تبدأ من خطوات بسيطة. اقرأ كثيرا، لا لتملأ عقلك بالكلمات، بل لتفتح لنفسك أبوابا جديدة من الفهم. اسأل نفسك دائما لماذا، ولا تتوقف عند الظاهر. استمع للآخرين حقا، لا لترد عليهم بل لتفهمهم. راجع مواقفك باستمرار، وتعلم من كل تجربة تمر بها. كون قناعاتك بنفسك لا بما يقوله المجتمع أو العائلة أو الإعلام. هناك من كبر عمره لكن لم ينضج يوما، وهناك من ما زال في أول العمر لكنه يحمل وعيا يشهد له الجميع. فالأمر لا علاقة له بعدد الشموع على الكعكة، بل بنور البصيرة الذي في داخلك. ابني وعيك لا عمرك فقط، واسعة لأن تفهم نفسك والعالم من حولك، لا أن تعد سنواتك. فالعقل هو المكان الحقيقي للوعي وليس التقويم. الوعي ليس في عمرك بل في عقلك، والنضج لا يقاس بالزمن بل بما فهمته من الحياة.